وهنا بقى بدأنا نتحرك، ورغم ان الطريق طويل بس انا بالنسبة لي اكتر حاجة حلوة في السفر وبحبها هو طريق السفر. وهنا جولي كانت قاعدة. يا جماعة بصوا المنظر تحفة تحفة تحفة، بس مش طالعة تقريبا، المنظر خطير. وصلنا الحمد لله. بس انا المفروض ان انا قدام بينجوين بوند وده كامب، بس انا مش هنا، انا قدام شويه. لا فندق روكيتا، فده لسه قدام شويه، فهم بيسكنوا الناس هنا وبعد كده هروح انا الفندق بتاعي. جولي استمتع تعالي على الرجع من الزباله. مستمتعة بحاجة، مبسوطة يا جولي. يعني الموضوع هيبقى أكيد مختلف لما يبقى لوحدي. يا جماعة بصوا بقى، أنا وصلت. أولا ده كامب بينجوين اسمه كده، بس ده مش الكامب بتاعي، أنا نازلة فندق بس لسه التسكين دلوقتي. فالناس اللي معاهم قالوا لي تعالي في بينجوين، فقلت خلاص أروح معاهم بدل ما أقعد لوحدي، كده لسه التسكين بدري يعني. قلت بقى ايه اقعد هنا لحد ما يجي ميعاد التسكين، بس الجو مشمس جدا، هروح حتة تكون ضلة شوية هنا لطيف. عايزة ايه مية؟ طبعا يا جماعة ده الفيو من كامب بينجوين بول، ولفت نظري الكلب اللي بيعوم في المية ده واخد راحته على الآخر. فقلت برضو خلاص طالما كده نزل جولي، ودي أول مرة في جولي في حياتها كلها تنزل مية. هي ما كانتش خايفة ولا حاجة، بس لما كنا بندخل جوه قوي كانت بتبدأ تخاف، لكن طول ما احنا على الشط كده هي كانت مستغربة أكتر منها خايفة. يا جماعة والرحلة بجد كانت طويلة جدا جدا وكانت صعبة قوي، ورقبتي وظهري وجعوني. ثانية واحدة عشان جولي لفت على نفسها، وظهري ورقبتي وجعوني جدا، والطريق كان صعب والباص واقف كتير قوي، بس وصلنا الحمد لله. فالشركة اللي انا طالعة معاها هم بينزلوا دايما في كامب بينجوين، فانا رحت اقعد مع البنات من هناك، اتسحبت عليهم يعني فقولوا ففي بنات هناك انا اتصاحبت عليهم وقعدت معاهم، ودلوقتي بقى انا قعدت معاهم خلاص والموضوع بقى ممل قوي، فقلت خلاص هروح بقى ايه اقعد في الفندق بتاعي. تعالوا اوريكم بقى الفندق اللي انا هنزل فيه، روكيتا، فندق لطيف قوي بيسمح بالباتس. فهروح دلوقتي. المكان هنا لطيف قوي، انا كنت جيته السنه اللي فاتت بالعجله، لو انت شفت الفيديوز بتاعتي السنه اللي فاتت هتلاقوني كنت هنا بالعجله بس بالليل، فالموضوع لطيف قوي. فكل دي يا جماعه كامبات وفنادق موجوده على البحر صف اول، الموضوع لطيف قوي. ده هنا فندق مش عارفه ده فندق ايه، شكله برضو لطيف. يلا يا لهوي الكلب ده شكله كبير قوي خالص يا ماما، ده شكله كبير قوي خالص. عدينا الحمد لله. فانا بقى هكمل على طول لحد ما اوصل لروكيتا جدا، فانا عايزه اروح اشربها وبالمره تاكل عشان ما كلتش خالص طول الرحله. جماعة خلوني اقول لكم ان هنا المكان امان جدا، الكلاب بتنزل المية بتقعد في المية وبعد كده تنزل تطلع تريح وتنام. بصوا بقى ده الفندق اللي انا هنزل فيه، ده اسمه روكيتا. السنه اللي فاتت كنت في دهب هوليداي، الفندق كان حلو جدا، انا كنت راضيه عنه جدا. وده روكيتا نزلت فيه السنه دي عشان انا معايا جولي، فجولي اهي يا جماعه. فده بقى الفيو بتاعه. جماعه هلو عايزه اقول لكم ان انا جيت من الباص دخلت الفندق، وبعدين كان لسه ميعاد التشيك ان، فقعدت على البحر بره وصورت لكم المكان، بس الجو حر جدا جدا فانا ما قدرتش، فرحت لهم قلت لهم انا مش قادره استحمل الحر، مش قادره بجد الجو صعب جدا. فقالوا لي خلاص اقعدي في المطعم، هو دلوقتي طبعا مفيش وقت الاكل بس المطعم شغال وفي تكييف. دخلت قعدت في المطعم من كتر ما الجو كان حلو انا نمت، فالايلاينر ساح فحالتي صعبه شويه، بس الحمد لله دخلت الروم. فتعالوا بقى اوريها لكم. وهنا دي ستاره لو فتحنا كده هيبقى الدنيا بره، فشكلها كيوت قوي والتكييف حلو جدا جايب هوا ساقع فظيع. ده السرير، وهنا في شاشه، هنا مرايه، هنا في كرسي صغير، وهنا في تليفون تالي دون نكلم منه ريسبشن،
وهنا في دولاب. اوه الشنطه اللي انا كنت فيها قبل كده ما كانش فيه دولاب كده، ودي تقريبا خزنه بس هي مش مكسوره، بس دي كانت هتبقى حلوه قوي بصراحه يعني. كانت هتبقى حلوه قوي لو فيها عارفين لوكر كده مقفول طمنين انا حاجات. وده الحمام ريحته لطيفه، ستاره، التويلت، واستنى اقلب لكم الكاميرا. ودي المرايه شكلها حلو، جدا بس صغنون، في شويه صغننين. اوكي فده كده الحمام، وده الدولاب، وهنا من فوق في مكان لو ممكن نحط شنطة السفر. ودي الأوضة كلها. أحسن حاجة في الأوضة إن هي المكيف بتاعها حلو قوي قوي. دي كده هنا المراية وتلفزيون، وهنا جولي. ده فندق من الفنادق القليله قوي في دهب بتسمح بالكلاب، فالحمد لله الحمد لله. هنا في ميني بار، هي ما فيهاش نور، مش احسن حاجه بس صغيره قوي، بس اهم حاجه انها تكون شغاله، ده اللي يهمني انك تسقعين. وهنا في درج، وهنا في درج تاني، فصغننه ولطيفه. دي بقى حاجتي، ده بوكس انا كنت جايباه. بوكس ده مش هياخد جيلي ولا حاجه، بس انا جايباه عشان انا دي قصه بقى هبقى احكي لكم. ما كان مهم يبقى معايا، بس استعملتوش اصلا ولا كان ليه لازمه. احنا هنخليه هنا كده. وادي شنطه السفر، دي شنطه اشتريتها مخصوص عشان سفريه دهب، التانية كانت صغيره، ودي شنطه اللي فيها الحاجات بتاعتي اللي كانت معايا في الباص. وده اللي كنت استخدمه وانا في الباص، لان طبعا الموضوع كان مطول شويه. بس كده ده كان الروم تور، لطيفه قوي، حبيتها قوي. اهم حاجه التكييف، عشان الروم التانية التكييف بتاعها ما كانش حلو قوي كده، التكييف بتاعها حلو جدا. واهم حاجه اني واخده معايا جولي. فحبيت الموضوع الحمد لله. دلوقتي بقى انا حاسه ان انا مجهده جدا، فهخش اخد شاور واغير هدومي، وكان نشوف عندنا رحله النهارده اللاجونه. باي. بصوا بقى جولي اول ما جينا قعدت على السرير كانها عارفه المكان من زمان. انا حطيت لها الكوره دي، قلت تلعب بيها لو حاجه، بس هي مش قادره، هي تعبانه من السفر وعايزه تنام. بصوا كانت نايمه، دلوقتي انا وانا بصورها لكم صحيت. قلبي مامي، قلبي مامي.